استعمال السواك الذي هو اسم لما تنظف به الأسنان والفم، هذا من أمور الفطرة، يعني التي كان عليها هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قالوا إن للسواك أكثر من 100 فائدة. من فوائده إنه يزيل الصفر عن الأسنان، ويزيل ما قد يكون نشب بين الأسنان من بقايا طعام أو لحم أو غير ذلك، وأنه يشد اللثة يقويها حتى تمسك بالأسنان وحتى تسلم الأسنان من الصديد، وأنه قاتل للبكتيريا لتكون في الأسنان في داخل الفم، ومن ذلك أنه يجم الريق، ومن ذلك أنه يسهل الهضم، ومن ذلك كثير ما يقارب 100 فائدة، لكن اللي نص عليها العلم بالتخصيص والذكر أكثر من 16 فائدة كافية. ولو ما فيه من الفوائد إلا تحصيل السنة، إنك تعمل السنة طاعة لله تعالى وتأسيا برسوله صلى الله عليه وسلم، وتحيي السنة تكون باقية ومعروفة يتناقلها الناس الصغار عن الكبار والجهال عن الذين عندهم علم، ولا سيما أهل بيتك يعرفون حرصك على السواك أشد من حرصك على الفرشة والمعجون، يتوارثون هذا ويتعلمونه. ومن ذلك التذكير، أن الناس يتذكر إذا رأك تسوك عند الوضوء ولك مثل أجره. ومن ذلك وأهم شيء بقاء السنة متوارثة ومعمول بها، لا تموت وتنسى وتجهل ثم يستنكر يوم من الأيام على الذي يتسوق.